إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما أردنا أن نجيب اللاعبين المهاريين وينافسون اللاعبين الأوروبيين بالجانب المهاري، وجب علينا اتباع مراحل الإعداد المهاري الآتية. مراحل الإعداد المهاري للاعب كرة القدم. أولاً المرحلة الأولى يجب أن تبدأ من عمر 6 سنوات إلى 7 سنوات، هي مرحلة البار ماستري، مرحلة الإحساس والتعامل مع الكرة. لا يمكن إعطاء تمارين بها تهديف اللحج والخدمات لا هذا الأمر إذا ما يكون عند البار ماستري أو الإحساس والتعامل مع الكرة عالي جدا. هذه التمارين الإحساس بالكرة تمارين عديدة ومتنوعة، وممكن إدخال الأجهزة، ممكن إدخال كرات التنس، ممكن إدخال جوانب تدريبية وسائل تدريبية أخرى مثل يعني سد العلم وتمارين أخرى كثيرة. بعد ما ينهي مرحلة الإحساس والتعامل مع الكرة تبدي مرحلة ثانية اللي هي مرحلة تغيير اتجاه الكرة. هذه تضم أكثر من 100 تمرين. هذه التمارين تأتي بعد إحساس بالكرة، يعني لا يمكن الانتقال لها المرحلة إذا ما يكون عنده إحساس والتعامل مع الكرة عالي جدا. بعد أيضا ما يتم التأكد من إتقان تغيير اتجاه بالكرة، يتم الانطلاق إلى المرحلة الثانية اللي تبدأ من عمر 8 إلى 9 سنوات، هي مرحلة التوقف والانطلاق بالكرة. هذه المرحلة تضم تمارين كثيرة أكثر من 60 تمرين وتتم مع السنين، لكن أغلب هذه التمارين نحاول نقوم بها بدون جانب تنافسي. التوقف والانطلاق مستوى مهم جدا. اللاعبين يحتاجونها بطريقة نحو الأجنحة، من الأجنحة إلى داخل الملعب، من داخل الملعب إلى الهدف. هذه التمارين مهمة لأعمار 8 سنوات. بعد ما يتم الاتقان ستوب أند ستارت سيتم الانتقال إلى مرحلة ثانية 9 إلى 10 سنوات، هي مرحلة الخداع فينس. هذه هي مرحلة مهمة جدا وتبنى على المراحل السابقة. لا يمكن البدء بمرحلة الفينس إذا لم يكن هناك اتقان للمراحل السابقة. هذه المرحلة هي النهاية من عمر 9 إلى 10 سنوات. بعدها يكون اللاعب جاهز مهاريا بدون اللعب التنافسي. بعد هذه المرحلة نبدأ باللعب التنافسي وادخال الجانب البدني وادخال الألعاب المان تو مان والاثنين ضد اثنين إلى آخره. إلا أنه لا يمكن بناء لاعبين مهاريين كم لاعب مهاريين بالمستوى إذا لم يكون اللاعب مار بالمراحل الآتية. نصيحة إلى جميع المدربين في الأكاديمية وإلى الآباء أنه اللاعبين الذين يكونوا 6 سنوات يجب أن يكونوا بالإحساس بالكرة، ومن 7 إلى 8 تغيير اتجاه، من 8 إلى 9 توقف انطلاق، ومن 9 إلى 10 ارتداد. بعدها تبدأ مراحل جديدة من الإعداد المهاري لاعبي الكرة. دكتور ضياء ناجي مدرب اللياقة البدنية